تعرفوا كيف ممكن نحصل على ملوخية خضرة ومستوية وب7 دقايق بس؟ تعالوا شوفوا طريقتي. بالبداية هون استخدمت الملوخية الخضرة، غسلتها ونشفتها من المي. بعدها على النار بطنجرة رح نحط شوية زيت نباتي، ونحط عليه توم مقطع ونقلبه لحتى يتحمر. بعدها بنضيف المي. لما تبلش المي قبل ما تغلي بشوي، لما تبلش تطلع فقاعات بننزل عليها ورق الملوخية وبننزله جوا المي لحتى تغمره بهاي الطريقة. وبعدها لما نشوف إنه المي بلشت بدها تغلي، بالهاند بلندر بنبلش نفرم فيهم بهالطريقة لحتى نحصل على النعومة اللي احنا بنحبها، إذا بنحبها وسط أو خشنة. هلأ من أهم أساسيات الملوخية إنه ما نستخدم السكينة فيها، لأنه السكينة بتخليها تصير لونها على سواد. فالهاند بلندر بحل المشكلة وكتير سريع وما بنتغلب فيه. بعد ما نخلص فرم الملوخية بننزل عليه البهارات الصحيحة اللي بنحبها، وبننزل عليه بهارات الدجاج. بنخليه بالضبط 7 ل8 دقايق بيكون عنا استوى. بعدها بنطفي النار عليه وبنكون دقينا التوم مع شوية ملح وبنضيفه على الملوخية. وآخر إشي أكيد الطشة، اللي هي عبارة عن توم مقطع ناعم، بنقليهم بشوية زيت وهم سخنين والملوخية سخنة، بنضيفهم على بعض وهيك بنكون خلصنا الملوخية. أنا عملت جنب الملوخية رز بشعيرية، حمصت الشعيرية وأضفت البهارات الصحيحة، أضفت رنفل، أضفت كمان الفلفل الأسود والهيل والقرفة العيدان. حمصت الشعيرية لحتى صار لونها ذهبي. بعدها أضفت الرز. أنا هون استخدمت الرز الحب الوسط، كل كاسة رز بدها كاسة ونص مي. كمان هون أضفت بهارات مرقة الدجاج وقلبتهم مع بعض. أكيد ما بننسى رشة الملح، بنسكر عليهم لحتى الرز يشرب المي. وبعدها بنوطي الغاز لحتى الرز يستوي تماما. هلأ بالنسبة للملوخية، في حال كنا حابين نفرزها ما بدنا نستخدمها ورق بنفس الوقت، بنغسلها وبننشفها وبنفرزها ورق مثل ما هي بدون ما نقطعها. وبعدها لما نيجي نستخدمها بنشيلها من الفريزر بنخليها تفك بدرجة حرارة الغرفة. وكمان بنستخدم نفس الطريقة هاي، ما في داعي أبدا نستخدم السكينة لأنها بتسود الملوخية. وكمان الغلي الكتير بيسود الملوخية. مجرد 7 ل8 دقايق بتكون عنا الملوخية كتير طيبة مستوية ولونها بجنن وطعمها كتير طيب. جربوا طريقتي واحكوا لي رأيكم بالكومنتات.